وحشتوني، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض، احنا عند تيتا مش في المطبخ بتاعنا. هنعمل مع بعض شوربه خضار بطريقه خفيفه كده. تعالوا. قطعنا البطاطس، بسله، فاصوليا، جزر، كوسه. دي اهم حاجه عشان خاطر بتقوي عضله القلب. طبعا هي ممكن تجيبها شوربه خضار جاهزه مجمده، بس تيتا بتحبها فريش. كده بنسيح السمنه. تيتا بتجيب السمنه البلدي وبتسيحها وبتحط عليها حبه كركم. طب اوريكم الطريقه اللي هي بتعملها. هننزل بالخضار كده كده. جربوا يا جماعه شوربه الخضار، لو اديتوها صدمه على البوتاجاز بتفرق في الطعم. طبعا الناس اللي عامله دايت زي حالاتي بشوحها واحط عليها ملح وفلفل بس. بشوحها يعني ما بخليش الخضار يستوي قوي. سوتيه. طبعا لو عملتها كده اعمل فيها ايه؟ بس بصراحه يعني عندهم حاجه الفريش بيبقى ليها طعم تاني وبتبقى في حته تانيه. شوربه الخضار يا جماعه لو في كرفس بيبقى. طبعا الموسم كله ما فيهوش كرفس، فانا بعمل ايه؟ بجيب الكرفس انضفه واقطعه واحطه في الفريزر. لما بحتاج حاجه زي على شوربه الخضار، على بخلي الحاجه الكلام ده كله، بطلع نسبه كده، بطلع معلقه وبحطها زي ما انا عايزه. هو مش موجود طول السنه، بس اصلا لونها اتغير خلاص، دخلت في السوا. هطلع حبه ليا كده وبعد كده اعمل الشوربه كده. بعد ما شوحناها نحط التوابل بتاعتها، مكعب ماجي، حبه ملح. منزودش عشان لو احتاجنا، يعني احنا ايه في الملح بالزيت، كل ما الحاجه تبقى بسيطه احنا نعرف ندويها. لو حطينا ملح زياده هنعمل ايه عشان نعرف نقلل؟ كده عندي ننزل كده. بسم الله. عملنا الشوربه مع بعض. انا مش لازم المره دي ناكل سوتيه، ممكن نشرب شوربه. خصوصا شكلها عامله ازاي، شكلها مغري. كمان السمنه البلدي اللي تيتا بتعملها حلوه قوي.